السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا رجالة وزيدوا النبي صلى. الشعب كله هايج على محمد صلاح، الجماهير كلها هايجة على محمد صلاح. محمد صلاح خسر كتير. محمد صلاح نجم العرب والنجم العالمي، اللاعب العالمي، نجم منتخب مصر اللي من ساعة ما جه منتخب مصر ما خدش ولا بطولة. كله هجوم على محمد صلاح. ليه؟ لأن ما بيدعمش القضية الفلسطينية، ما بيدعمش القضية الفلسطينية، واقف صامت، أخرس أعمى صامت ما بينطقش، يدعم الغرب ضد القضية الفلسطينية. عشان كده الهجوم عليه شديد وخسر كتير، ولسه ياما هيخسر محمد صلاح. محمد صلاح لولا الشعب العربي بيدعم محمد صلاح عشان يوصله للمكان اللي هو وصل فيها، ما كانش ده بقى محمد صلاح. محمد صلاح ينكر الجماهير الكرة العربية وجماهير الشعب الوطني والقضية الفلسطينية لا يدعمها محمد صلاح على الإطلاق. زي ما قلت لكم في الأول، الراجل نجم عالمي ونجم العرب ونجم الكرة العالمية واحسن لاعب في العالم على راسنا من فوق. لكن عندك كل اللعيبه يا راجل، ده كريستيانو دعم فلسطين القضيه الفلسطينيه اكتر من لاعب اجنبي دعم القضيه الفلسطينيه. بل انت بقى راجل وطني عربي مصري لم تدعم اخواتك الذي يحتلوا في فلسطين من الكيان الصهيوني. محمد صلاح لا فايدة فيه على الإطلاق. محمد صلاح هيخسر وهيخسر كتير، ولسه هيخسر ياما من دعم الناس له، ومن دعم الجماهير الكرة والرياضة المصرية له، والدعم الجماهير العربية اللي بيحبوا محمد صلاح ومسمينه أبو صلاح العالمي المصري الذي هو يمثل الوطن العربي بالكامل ضد الغرب. لكن محمد صلاح تراجع كتير وخسر كتير. وعشان كده كل الناس دلوقتي هجوم شديد، هجوم جامد على محمد صلاح وتقطيع في محمد صلاح. بص يا جدع لاكش، بص لمحمد النني، بص لزمايلك ازاي بيجمعوا او بيدعموا القضيه الفلسطينيه. لكن انت قلت نفسي وبس، نفسي والطفال ادعم الصهيونيه عشان ابقى ليا صورته حلوه قدامهم ويرضوا عني عشان خاطري المال والشهره. لكن انت من غير اخواتك العرب ومن غير القضيه الفلسطينيه لا تسوى اي شيء، ولا تسوى اي شيء في عين اي مشجع رياضي محب للرياضه المصريه ومحب للقضيه الفلسطينيه. بص لزمايلك في الرياضه، بص لزمايلك في النادي الاهلي، بص لزمايلك في مصر اللعيبه، بص اكش عمل ايه، بص النني عمل ايه، وغيره بيدعموا القضيه الفلسطينيه. لكن محمد صلاح بيقول نفسي ثم الموت. ما فيش رجا في محمد صلاح، ولسه ياما هيخسر محمد صلاح، فاحنا مش عاوزين الاعلام بقى ينفخ في محمد صلاح ولا يتكلم على محمد صلاح ولا يقول ازاي محمد صلاح واقف ساكت ولا بيدعم القضيه الفلسطينيه، لان ايدك منه والارض، ايدك منه والقبر مش والارض. محمد صلاح نفسي ثم الموت ثم الغرب، غير كده مش هتاخد من محمد صلاح حاجه. محمد صلاح النجم العالمي، النجم الاسطوره اللي هم كانوا بيتباهوا بيه في الاعلام المصري والاعلام العربي، لم يدعم القضيه الفلسطينيه باي شيء ولا هينطق، هيفضل اخرس اعمى ما بيشوفش. فخسار ان الواحد يدعم محمد صلاح، خسار ان الواحد يدعم انسان مش انسان. ما تقوليش عمل كتير لمصر، ما عملش حاجه. كل اللي بيعمله محمد صلاح بيعمله لنفسه. لكن اللعيبه اللي هم مش محترفين واللعيبه زمايله المحترفين واللعيبه الاجانب بيدعموا القضيه الفلسطينيه ضد الكيان الصهيوني وضد الغرب بالكامل. لكن محمد صلاح عامل نفسه مش من الكون، عامل نفسه مش شايف، عامل نفسه ما بيسمعش، عامل نفسه هو من الغرب. عشان كده هو بيساند الغرب ضد فلسطين، ضد الوطن العربي الفلسطيني المحتل من الكيان الصهيوني. وربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا والشهداء فلسطين، وربنا ينجيهم النصر ان شاء الله لفلسطين غصبا عن اي حد. بسم الله على بركه الله. نروح بقى الموضوع احمد فتوح. موضوع احمد فتوح وهروب احمد فتوح
من القعده مع مسؤولين نادي بيراميدز. احمد فتوح يا رجاله بيلاعب الكل على الشناكل عشان يوصل لاعلى حاجه هو عاوزها في نادي الزمالك او من مسؤولين في نادي الزمالك او اللي هينجح في رئاسه نادي الزمالك. الراجل كان فيه مطالبين من وكيله مسؤولين نادي بيراميدز ان هم يقعدوا مع احمد فتوح، ووافقوا على كل طلبات احمد فتوح، لكن احمد فتوح يتهرب من مسؤولين نادي بيراميدز ولم يقعد معاهم احمد فتوح. فرد مسؤولين نادي بيراميدز، رد فعل مسؤولين نادي بيراميدز ان احمد فتوح خلاص بيلعبنا على الشناكل ولاعب الزمالك على الشناكل وعاوز يوصل لاكبر عقد مع نادي الزمالك ثم ينتقل من نادي الاهلي رسميا، سوى يبقى في الاهلي رسميا. طبعا في كلام مع احمد فتوح المسؤولين في النادي الاهلي، وفي كلام من اللجنه المؤقته في نادي الزمالك ان كان لبيب ولا اللي بيصارعوا على كرسي رئاسه نادي الزمالك مع احمد فتوح. لكن احمد فتوح بيطوح الجميع وبيلعب بالجميع بدليل اني كشف كل حاجه مدير الكوره في نادي الزمالك امبارح مع ابراهيم فايق، كشف كل حاجه في كل على فتوح وقال لك لازم يتغاضى عن مطالباته الماليه او لازم يرضى بالامر الواقع او يتنازل شويه. ده مين؟ مدير الكوره في نادي الزمالك. واخد بالك؟ صلى على النبي وصلى على الحبيب قلبك يطيب. نروح بقى لأكشة وتشجيعه للقضيه الفلسطينيه ومساندته للقضيه الفلسطينيه عشان محمد صلاح يحس او يشوف الراجل بيساند القضيه الفلسطينيه ويدعم القضيه الفلسطينيه بكل قوه. كل اللعيبه في مصر الصراحه، مش أكشة بس، كل اللعيبه. نروح بقى لموضوع كولر والتدريب واستعداد النادي الاهلي، والحمد لله من فضل الله اني بيرسي تاو في التدريب النهارده. النادي الاهلي النهارده في التدريبات بعد الاجازه كولر، بس المشكله في العاب الكولر انه فوجئ ب 16 غياب في النادي الاهلي، ب 16 لعيب غايبين عن التدريب النهارده. فاتصدم الراجل بيستعد للبطوله للدوري الافريقي، اتصدم ان في عنده غياب، فرقه بالكامل غايبه عن التدريب في النادي الاهلي. فكولر بيستعد بقوه في التدريبات مع اللي موجودين على ما يرجعوا له اللعيبه الدوليين في المنتخب، ان كان علي معلول ولا إيلي ديانج ولا لاعيبه النادي الاهلي اللي في منتخب مصر. نتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر، لو ان الماتش اللي فات كان ماتش زي ما يكون ماتش تحصيل حاصل، زي ما يكون اللعيبه بتلعب من غير نفس، زي ما يكون اللعيبه مش عاوزه تلعب في المنتخب اصلا من ساعه ما محمد صلاح صراحه مسك بقى كابتن منتخب مصر في النازل، ومنتخب مصر في النازل على ايد محمد صلاح من ساعه ما خد اشاره الكابتنه، وهو بيلعب جبر خواطر ان هو يرضي بس اتحاد الكوره ويرضي الناس المسؤولين في اتحاد الكوره. لكن غير كده محمد صلاح ما بيديش في منتخب مصر. زي ما قلت لكم ان النادي الاهلي النهارده رجع التدريب استعدادا للبطوله الافريقيه. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي اللي هتبدا يوم 20/10. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.